حب الشباب. من حب الشباب، مشكلة كلنا تقريبا عدينا بيها أو يمكن لسه بنعاني منها. بس بعيد عن كل الكلام اللي بنسمعه، فكرنا مرة إيه اللي بيحصل بجد تحت الجلد؟ في الشرح ده هنفك شفرة حب الشباب، من أول هو بيجي منين لحد إزاي نتعامل معاه صح. وقبل ما نخش في التفاصيل، ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. يعني لو أي حد كان فاكر إن حب الشباب ده بتاع المراهقين وخلاص، فالرقم ده هيخليه يغير رأيه فوراً. أكتر من تلت البالغين وخصوصاً السيدات بيواجهوا المشكلة دي، وده بيأكد إنها حالة طبية محتاجة فهم وعناية، مش مجرد مرحلة وهتعدي. طيب عشان نعرف نتعامل مع أي حاجة صح لازم نفهمها الأول. فخلينا نبدأ بأبسط سؤال، هو إيه أصلاً حب الشباب ده من الناحية العلمية؟ بصوا، الاسم العلمي بتاعه هو أكني فولجاريس، وهو مش مجرد حباية بتطلع وتروح، لأ، دي حالة جلدية مزمنة. الموضوع كله عبارة عن التهاب بيحصل في المصنع إنتاج الدهون في جلدنا، اللي هو الغدد الدهنية وبصيلات الشعر، وعشان كده بنشوفه بأشكال ودرجات كتير ومختلفة. تمام، عرفنا هو إيه. السؤال اللي أهم بقى، ليه بيظهر أصلاً؟ إيه اللي بيحصل تحت الجلد بالظبط؟ يلا بينا نشوف القصة خطوة خطوة. كل حاجة بتبدأ من هنا. في الأول بصيلة الشعر بتكون في حالها طبيعية جدا، بس فجأة وتحت تأثير الهرمونات مثلا الغدد الدهنية اللي جنبها بتقرر تشتغل زيادة عن اللزوم وتنتج دهون أكتر من اللي البشرة محتاجاها. دي الشرارة الأولى للمشكلة. الدهون الزيادة دي بقى بتختلط مع خلايا الجلد الميتة، تخيلوا الخليط ده، فبيعملوا زي سدادة بتقفل مخرج الشعرة. هي دي بقى اللي بنسميها رؤوس بيضة أو سودة. ولحد هنا إحنا لسه في مرحلة ما فيهاش التهاب، هو مجرد انسداد. المكان المقفول والمليان دهون ده بيبقى عامل زي حفلة مفتوحة لنوع معين من البكتيريا. البكتيريا دي أصلاً عايشة على جلدنا عادي، بس لما بتلاقي البيئة المثالية دي بتبدأ تتكاثر بشكل مجنون. وهنا جهاز المناعة بياخد باله ويبدأ يبعت إشارات إن في معركة هتبدأ. وهنا بقى المعركة بتوصل لذروتها. الالتهاب بيزيد قوي لدرجة إن جدار بصيلة الشعر نفسه مش بيستحمل وبينفجر. كل اللي كان محبوس جوه دهون وبكتيريا وخلايا ميتة بيتسرب للأنسجة اللي حواليه، وده اللي بيعمل الحبوب الحمراء الكبيرة اللي بتوجع. وفي الحالات الصعبة الموضوع بيتطور لعقيدات وأكياس، ودي للأسف اللي بتزود خطر الندبات بشكل كبير جدا. وزي ما شفنا القصة مش بسيطة خالص، وفي عوامل كتير قوي بتدخل في الموضوع وبتزود الطين بلة. حاجات زي الهرمونات، ودي مش في إيدينا، وحاجات تانية زي الأكل والتوتر وحتى جيناتنا والبيئة اللي عايشين فيها. كل دي ممكن تكون هي الشرارة الأولى. طيب بما إن مش كل الحبوب زي بعضها، مهم قوي نعرف نفرق بينهم. ده هيساعدنا نعرف الحالة اللي عندنا شدتها قد إيه، وبالتالي نختار لها العلاج الصح. بشكل عام كده نقدر نقسمهم مجموعتين كبار. الأولى هي النوع اللي مفهوش التهاب، يعني مجرد رؤوس سودة وبيضة، المسام مقفولة وخلاص. المجموعة التانية بقى هي النوع الالتهابي، وده اللي البكتيريا بتدخل فيه وتعمل حفلة وتسبب إحمرار وورم وألم. دي بقى الحبوب الحمراء اللي بتضايقنا كلنا. الأطباء بقى بيقسموا حب الشباب ل4 درجات. درجة أولى دي أخف حاجة، يا دوب شوية رؤوس سودة وبيضة. كل ما بنطلع بالدرجة، عدد الحبوب الملتهبة بيزيد والالتهاب بيبقى أعمق، لحد ما نوصل لدرجة رابعة، ودي اللي بتبقى شديدة ومحتاجة متابعة طبية ضروري عشان نتجنب الآثار والندبات. تمام قوي، فهمنا المشكلة وعرفنا أنواعها ودرجاتها. نيجي بقى للسؤال الأهم، نعمل إيه؟ إيه الحل؟ إزاي نتعامل مع الموضوع ده صح؟ قبل أي علاج وأي كريمات غالية، الحل بيبدأ من الأساس: الروتين اليومي. البشرة اللي عندها حب شباب محتاجة اهتمام، بس اهتمام لطيف ومنتظم، والتنظيف هو أول وأهم خطوة في الروتين ده. روتين الصبح بسيط ومش محتاج تعقيد. أول حاجة غسول لطيف على البشرة. تاني حاجة ودي مهمة قوي، مرطب خفيف يكون خالي من الزيوت. تالت وأهم حاجة واقي الشمس. الخطوة دي مش اختيارية أبداً. بالليل بقى بنركز أكتر على تنظيف والعلاج. لو في ميك اب ده لازم يتشال كويس أوي الأول، بعدها نستخدم نفس الغسول بتاع الصبح. والخطوة الأخيرة دي مخصصة للعلاجات الموضعية اللي الدكتور كاتبها، بتتحط بس على أماكن الحبوب عشان تعالجها وإحنا نايمين. أكيد الجملة دي عدت على كل حد بشرته دهنية. بشرتك دهنية مش محتاجة ترطيب، خرافة مشهورة جدا. والحقيقة بقى عكس الكلام ده 180 درجة. لما البشرة الدهنية بتنشف أو بتتعرض للجفاف، رد فعلها الطبيعي إنها بتنتج دهون أكتر وأكتر عشان تعوض. فالمرطب الخفيف الخالي من الزيوت هو اللي بيعمل التوازن ده. هو فعلا أحسن صديق للبشرة الدهنية.
ودي أهم نصيحة ممكن تطلعوا بيها من الشرح ده كله. أرجوكم قاوموا الرغبة دي. لمس الحبوب أو محاولة فرقعتها بتحول مشكلة ممكن تروح في يومين لمشكلة ممكن تسيب أثر لسنين. إحنا بكده بندخل البكتيريا أعمق وبنزود الالتهاب وبنفتح الباب على الآخر للندبات. طيب لو الروتين لوحده مش كافي، هنا بقى لازم نلجأ للطبيب. الحالات الخفيفة ممكن كريمات موضعية بسيطة تجيب معاها نتيجة. الحالات المتوسطة ممكن تحتاج معاها مضاد حيوي. أما الحالات الشديدة فليها علاجات أقوى زي الأيزوتريتينوين، بس ده طبعاً لازم يكون تحت إشراف طبي كامل. طيب الحبوب راحت، بس للأسف سابت وراها آثار. خلينا نتكلم في النقطة اللي بتقلق ناس كتير، الندبات. إزاي نمنعها وإزاي نتعامل معاها لو ظهرت؟ وهنا لازم نفرق بين حاجتين مهمين قوي. في البقعة الغامقة أو الحمراء اللي بتفضل بعد الحباية، دي اسمها العلمي فرط تصبغ ما بعد الالتهاب، ودي مش ندبة حقيقية، دي مجرد لون وبيروح مع الوقت. وفي بقى الندبة نفسها، ودي بتبقى تغيير دائم في ملمس الجلد زي حفرة كده، ودي حاجة تانية خالص وعلاجها مختلف. دايما الوقاية خير من العلاج، وعشان نمنع الندبات الموضوع بسيط ومباشر. أولاً نعالج حب الشباب بدري وبشكل صح. ثانياً، ودي هنقولها تاني، ممنوع تماماً نلمس الحبوب. ثالثاً نلتزم بالعلاج عشان نقلل الالتهاب. ورابعاً واقي الشمس كل يوم، ده بيساعد البقع الغامقة تروح أسرع بكتير. وفي الآخر بعد ما غطينا كل حاجة تقريباً عن حب الشباب، السؤال الحقيقي هو إيه أهم معلومة أو عادة هتغيروها في روتينكم من النهاردة؟ يا ريت تشاركونا في التعليقات. وقبل ما نقفل، لو حسيتوا إن الشرح ده كان مفيد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان المعلومة توصل لأكبر عدد ممكن، وأكيد تتابعونا عشان تشوفوا اللي جاي.